احنا ان كملنا بالمنظر ده كده اسمه مصيبه. احنا النهارده 8 يناير، مفيش اي صفقه من صفقات النادي الاهلي اللي كان بقالنا شهرين وثلاث اشهر عمالين نيجي نقول له بس 1 يناير يجي الصفقات دي كده كلها هتمطر كده، هتنزل علينا شبه المطره. ولا صفقه تم الاعلان عنها بشكل رسمي، ولا صفقه، ولا حتى قائمه الراحلين ولا لاعب منها طلع. يعني كده جراديشار لسه مكمل معاك، لسه محمد طاهر مكمل معاك، لسه عمر كمال مكمل معاك، العش مكمل معاك، في نفس الوقت اللي هو انت اكتر وقت محتاج فيه قلبين دفاع، او على اقل تقدير خالص انت محتاج قلب دفاع. محتاج تمشي اشرف داري اللي بقينا بنشوف اشرف داري في المستشفيات اكتر ما بنشوفه في الملعب، اكتر ما بنشوفه في التمرين، اكتر ما بنشوفه في حياتنا، بنشوفه في المستشفيات اكتر. زائد الناحيه الثانيه، من قيمه كام يوم سمعنا حاجه في قمه العبث، ان في مشاكل في العاب الصالات بسبب مشكله ماليه في العمله الصعبه. حط تحت الكلمه دي يا صاحبي 100 خط. انا وانت احنا كنا طالعين بنتفاخر من قيمه كام شهر، ما كملناش شهرين ثلاثه، ان في فائض جوه خزينه النادي الاهلي، فائض اعجازي ما حصلش قبل كده. عندك صفقه وسام ابو علي اللي خدت منها 10 مليون دولار، لسه عندك عقود الرعايه اللي انت خدتها. كل الفلوس دي طب راحت فين؟ منين هنا ومنين هنا؟ انا كل اللي انا اتمناه، انا مش هطلع اشكك في حد طبعا، بس كل اللي انا بتمناه، مش عايزين نوصل نفسنا لمرحله نفس المرحله بتاعت السنه اللي فاتت. شكرا.